السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني كتير، بقالي كتير ما بطلعش لظروف ما بقى، والواحد ما عندوش نفس اصلا يعمل اي شيء، ولكن الحمد لله اللي خلاني اطلع بالفيديو ده بعد فترة. اولا للناس اللي بتشتري حاجات من النت او اونلاين يعني، فطالعه اقول لها تجربتي، لاني انا وقعت في نفس التجربة الجميلة. جميلة ليه؟ لان انا بقى خدت عرض كده رهيب ان انت تجيبي المرتبه معاها مخدتين ولحافين وعريس هديه وشقه كمان فوقيهم، وضمان مدى الحياه او 10 سنين، وطريقه الاستبدال رهيبه. فطبعا اول ما شفت الاعلان ده واحده زي اي حد ابتديت ان انا اخش واسال، وبعدين لقيت اصدقاء ليا في نفس الصفحه كتير جدا وداخلين يسالوا بنفس الاسئله اللي انا كنت داخله فيها، فاضطريت ان انا اقول التجربه بتاعتي كامله، مع ان ما كانش ليا نفس اصلا اطلع اعمل حاجه الفتره دي. التجربه هوريها لكم عملي. انا شفت صفحه على الفيسبوك وكانت باسم تاكي، وطبعا كتير جدا هتلاقي اسم تاكي، لو كتبتي تاكي للمرتبات مش عارفه ايه باسماء كتير مختلفه، ولكن واخدين لوجو كده تاكي وحاطين العروض بتاعتهم، والعروض زي ما بقول لك كده ناقص يجيبوا لك المأذون هديه بالمهر يعني. لما شفت الاعلان بعت سالت، وكان بيني وما بين البنت اللي ردت عليا شات طويل كده جميل، والاستجابه في الرد سريعه جدا، وخلت لي الدنيا فرشتها لي ورد. فانا قلت خلاص دي اكيد تاكي. قعدت ادور ان انا فين تاكي الاصلي او كده، لا يكون يعني الاسعار مش طبيعيه مثلا، فقلت اكيد، فقلت ده عرض من اللي هو العروض بتاعه البلاك فرايداي، فقلت بس ده اكيد عاملين عروض قويه، وطالما في ضمان وفي فاتوره وفي كل شيء. كانت تجربتي ان انا ابعت اجيب مرتبتين من العرض اللي انا شفته. هو العرض اصلا تجيبي مرتبه عليها مرتبه، سواء جبتيها 120 تاخدي عليها واحده 120 ومخدتين ولحافين وعريسين وكل حاجه. فالمهم خدت المرتبتين، بس انا كنت عايزه واحده 120 وواحده متر، وكنت دول انا واخداهم في مكان مش هستخدمهم كتير يعني، او انا لسه مش هتنقل المكان ده. فخدت العرض واتصلت بيها، ردت عليا في كل، يعني بقول لكم ردت عليا على طول سريعه وكل حاجه، وفي استبدال وفي فاتوره وفاتوره ضريبيه ومختومه وكل. فقلت تمام. جابت لي المراتب، وبعدين اول ما جابت المراتب انا مش انا اللي استلمتهم، انا كان ابني اللي كان بيستلم، وبرده ما كانش عارف الدنيا قوي، وكان في واحده تطلع في شقه وواحده تنزل في شقه ثانيه. المهم استلمت المراتب، مش انا استلمتها استلام كامل. فالولد لما شافها، فلما جيت بصيت على المراتب عباره عن زي ما انتم شايفين تاكي كده الشكل بتاعها، دي المرتبه المتر. خلاص هنا هنبص هنا كده، هي عليها ضمان بقى 10 سنين، واسم تاكي باللون الازرق، واللوجو بتاع اللي هي بتاعت صفحات تاكي، اللي انت اصلا مش هتعرفي هي فين لو انت شايفاها من على النت، والصوره على النت رهيبه. خلاص اول ما جت لي المرتبه، او انا شفتها بقى، بصوا من هنا كده المرتبه فيها اولا فاضيه، تحس ان هي فاضيه وانت شايفه الحديد، ومن هنا شايفه الحديد، وهنا ادوس عليها هي سوست، وانا طالبه منها بقى ان هي سوست منفصله. طب هي فعلا تاكي؟ طب هي فعلا ضمان؟ طب هي كذا؟ امين خلاص. ومن هنا تحس ان هي فيها حاجه هوا. ما علينا. انا اول ما جت المرتبه وليها ريحه مبيد حشري مش طبيعي، مبيد حشري حرفيا مش طبيعي، ده مبيد حشري الحشرات قويه جدا، مغرقين بيه المرتبه، وملفوفه في كيس كده زي ما هي، ومعاها بقى لحافين مخدتين. للاسف انا المخدتين واللحافين مش معايا هنا اصلا، يعني كان ليها حاجه كده فايبر، ما لهمش اي حد، ما ينفعش ان حد ينام عليهم. المخدتين لحافين وخداديتين والمرتبتين. فانا خلاص بعت للشركه ان انا لما شفتها قلت لهم لا انا مش عايزه فورا. في نفس الوقت اول ما جيت وشفتها كان الراجل لسه ما مشيش، ما جاش. فضل بقى يرد عليا المندوب، طب انا في الرحاب، طب انا بوصل اوردر، ولقيت يعني هي المفروض عربيه معاها مراتب كتير جدا، ونازله بقى توزع المراتب اللي معاها، وكان راح الرحاب، ففضلت ان انا انتظره، ما جاش طبعا. والولد في الاخر قفل التليفون. تواصلت مع الشركه، فضلت اقول لها، قالت لي تمام يا فندم، طب اتصلي على الرقم ده. قعدنا مثلا 10 ايام عشان ترد، وعشان صاحب الشركه او ان هو يجي ياخد ده، قال لي جيبيها لي الهرم. طبعا اجيبها له الهرم ازاي اذا كان انت باعتها لي شحن ودفع شحن 100 جنيه او 50 جنيه، وقال لي جيبها لي الهرم. فانا قلت له المفروض تبعت لي حد شحني، قال لي تمام. فضل كل يوم يقول تمام بكره بعده وابقى هتصل بشركه الشحن، وهو اصلا بيتهرب، لانها في الاول وفي الاخر هو نصب. طيب انا لما اضطريت ان انا اخد المراتب بقى، ولما لقيت اني اصدقاء ليا كتير على الصفحه، لا قلت لا مش هينفع، لازم اشوف المرتبه.
خدت المرتبه، انا كنت قرفانه منها اصلا بصراحه من الريحه اللي فيها، وخفت ان انا ادخلها البيت الا لما افتحها، فقلت عايزه اشوف المرتبه. تعالوا بصوا كده، انا فتحت المرتبه عشان اشوف المرتبه دي عباره عن ايه. عباره عن اسمه ايه، سلك، يعني اللي هو سوست حديد من هنا اهي، لو واضحه انا بحاول اوضحها لكم. هو الحديد ده بس، الشاسيه الحديد ده، وملفوف عليه حاجه زي بطانيه، او ده مش عارفه بيسموه ايه، حاجه زي بطانيه خيش فايبر مش فاكره اسمه، ملفوف عليها كلها. ادي دي الطبقه. بص بقى الطبقه الجميله، حتى مش هين عليهم يحطوا سفنج، يعني فرخ سفنج، لا ده حاطين فل، تمام، فرخ من هنا ونفس ده الناحيه الثانيه. وبعدين الطبقه اللي هنا دي عباره عن حاجه فيها بوليستر او فايبر من ده، ومغلفين بيه المرتبه، وده نوع رديء جدا جدا جدا. ومن فوق شايفين دي اهي، حاط لك الحته دي كده وحاشيين بيها من الناحيه دي، ان انت تحسي ان هي ايه، موجود فيها اي حاجه، ومش مكلفين اي حاجه اصلا. وفي الاخر بيبيعوا على اساس ان هي مرتبه تاكي ومعاها عرض، والعرض كان 1800 جنيه، المرتبه ال 120 واحده ثانيه، لان هم لو كانوا الاثنين 120 تقريبا كانوا هيبقوا 2000 جنيه، 2050 بالشحن. بعدين انا سالتها، انا هنزل لكم الشات اللي انا كان ما بيني وما بين البنت، والصفحه بتاعتهم هحطها لكم في اخر الفيديو عشان محدش يشتري منهم. طيب هتقولوا لي طب ما انت السعر كان غريب جدا ان انت تخشي تطلبيه. ماشي، السعر غريب ان انا اخش اطلبه، فانا قلت ده عروض منزلاها زي ما في عروض كتيره بتنزل، فقلت يمكن يكون هو وهجربه. انا ما عنديش مشكله ان انت تبقي شركه مش تاكي، وتبقي شركه تقولي لي ان المنتج بتاعك 1000 جنيه واشوفه فالاقيه بالخامات اللي انت حطاها مثلا دي، فعادي، انت ما بتنصبيش عليا، انت شركه بتعملي مراتب وانا هاخدها منك، وانا متقبله السعر، وعايزه مرتبه تقضي غرض في مصيف في اي حته، ما عنديش مشكله. لكن تاخدي اسم شركه ثانيه وتبيعي وتقولي ضمان 10 سنين واستبدال وفاتوره ضريبيه. بالمناسبه الفاتوره الضريبيه طلعت بوليصه شحن، يعني اللي هو بتاع شركه الشحن اللي جايباها لي، هي ختمالي ان هم جايبين لي بوليصه شحن، فهي دي الفاتوره الضريبيه. وطبعا بعت ليهم كتير جدا بقى، ولما ابتديت ان انا اخش على الصفحه ان انا ارد، اتعمل لي بلوك يعني، وان انا ما اردش على الصفحه دي، فاضطريت ان انا اعمل الفيديو. واتمنى ان لو وصل لك الفيديو ده، سواء انت هتشتري او غيرك هيشتري، فامانه عليكي ان انت لازم تشيري الفيديو، لان ده نصب علني. انت ممكن تكوني شركه عاديه جدا بس ما تاخديش اسم منتج تاني وتضحكي على الناس وتقولي ان هو 10 سنين وضمان وتغيير وصوصات منفصله، وتثقي تماما. انت ازاي بتحل الفلوس لنفسك؟ الناس في عرض جنيه دلوقتي، فانت بتخش تستغل كل شيء، وطبعا الناس فاكره ان هي في عروض كتير، فمش اي حاجه عروض هتخشوا تجيبوها، ومش اي حاجه هنخش نصدقها. فاضطريت ان انا اعمل الفيديو ده، ولو شفتيه سواء اشتريتي او ما اشتريتيش هتلاقي عندك ناس كتيره جدا على الصفحات هتخش وتشتري. انا لقيت 6 في يوم واحد بيسالوا من اصدقائي عليها، وطبعا هتطلب الاوردر وهيجي لها وفص ملح وداب بعد كده. ده كان فيديو سريع رجعت لكم بيه بالتجربه، واتمنى اشوفكم تاني على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.